معنا من القلمون الناشط الإعلامي رواد الشامي. سيد رواد، ما أهمية هذه النقاط الجديدة التي سيطرت عليها الكتائب الإسلامية اليوم في القلمون؟ نعم، بداية يعني هذه المعارك التي نشهدها اليوم في القلمون هي تكمل لما بدأ به الثوار إبان معركة عرسال. يومها بدأوا بمعركة اسمها معركة فتح المدائن، وجاءت هذه المعركة الجارية اليوم تكملة لتلك المعارك. المعارك يعني الدائرة وعلى مدار الأربع أيام الماضية كانت طاحنة بين كتائب الجيش الحر وبين قوات حزب الله، يعني والتي لا يخفى على أحد قيادتهم لمعارك القلمون بشكل كامل. ويقتصر دور قوات الأسد على تأمين غطاء ناري لقوات الحزب، ودور اللجان الشعبية واللجان التشبيحية يقتصر أيضا على زجهم في الصفوف الأولى من المعارك ليلقوا حتفهم. هذه المعارك يعني التي نشهدها والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي آتت أكلها بشكل كامل. استطاع الثوار السيطرة على نقاط هامة، ولأول مرة نشهد سيطرة وثبات في تلك النقاط لساعات عدة، إنما كانوا في الأيام والمعارك السابقة يعتمدون على ضرب النقطة والانسحاب منها مباشرة، يعني بما كانوا يسموه عمليات الكر والفر. هذه المرة يعني بقيوا في النقاط المحررة عدة ساعات، مما أدى لإصابة قوات حزب الله بحالة هستيريا. بدأنا نشهد قصف بأسلحة مدمرة جديدة، صواريخ ذات تدمير هائل. جميع أنواع الأسلحة قصفت بها هذه النقاط المحررة قبل انسحاب الثوار منها. ما أحرزته أهم سيد تم رواد، ضربه على مدار الأيام. ما نعم. أحرزته المعارضة المسلحة حتى الآن في القلمون وهذه النقاط الجديدة، إلى أي مدى مرتبط هذا التطور بالمعارك التي شهدتها بريتال اللبنانية قبل أيام بين هذه الجماعات وحزب الله؟ كيف أثرت تلك المعارك على المعارك داخل القلمون الآن؟ نعم، يعني بالنسبة لأهم ما تم ضربه وتحريره هي نقطة ظهور المعبور. هذه النقطة والتي تعتبر صلة وصل بين بلدتي الجبة وعسال الورد. هي سلسلة من الجبال الفاصلة بين البلدتين، استطاع الثوار السيطرة عليها بعد معارك استمرت لساعات. أيضا هنالك نقطة تسمى نقطة الأوز الشرقي. هذه النقطة تقع شمال شرق بلدة عسال الورد، تعتبر أيضا من النقاط الهامة بالنسبة للثوار وأهم بالنسبة لقوات حزب الله وقوات الأسد، لأنها تطل على البلدات التي يسيطرون عليها. وبسيطرة الثوار عليها يعني تصبح هذه البلدات مكشوفة بشكل كامل، ولكن حقيقة اضطر الثوار للانسحاب منها بسبب صعوبة تمركزهم ليعودوا لسياستهم المعتادة بالكر والفر وحرب العصابات. المعارك لا تقتصر فقط على عسال والجبة، إنما أيضا اليوم شهدنا ضرب لنقطتين على أطراف بلدة فيطة. هذه المرة يعني شهدنا تسلل وتوغل في المنطقة والوصول إلى أطراف بلدة فليطة، إنما كانت تقتصر المعارك في الأسابيع السابقة على على الجرود. معارك كانت تقتصر على حرب في الجرود. أيضا في رأس المعرة يعني في الأيام القليلة الماضية شهدنا أيضا توغل وتسلل للثوار شكرا إلى لك القرب من بلدة رأس المعرة. نعم. رواد الشامي الناشطة الإعلامية من القلمون، شكرا جزيلا لك. وأعلنت جبهة النصرة في القلمون